ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو النهارده هنتفرج على فيلا. الفيلا دي موجوده في شاطئ المعموره، الفيلا سوبر لوكس. هوريكم النهارده الفيلا من بدايه المدخل بتاعها. المدخل بتاع الفيلا خاص، مدخل خاص ملوش علاقه خالص بالمدخل بتاع العماره. ليها مدخل خاص وليها حديقه كبيره. تعالوا نتفرج مع بعض. ده المدخل بتاعها. كده ده مدخل الفيلا. ودي الجنينه بتاعتها. الجنينه بتاعتها كبيره جدا، جنينه خاصه بالفيلا. وده التقفيل بتاعها. الجنينة مساحتها كبيرة جدا جدا. طبعا تفاصيل المساحة والسعر على الخاص بالرقم اللي احنا هنسيبوها في التعليقات. كل المساحة دي، يعني بص المساحة دي كلها دي جنينة خضراء. ينفع المساحة دي تتعمل لوحدها حمام سباحة لان الجنينة كبيرة. احنا لسه دي اول قطعة من الجنينة. طبعا بصوا التقفيل والانوار والزرع. وده طبعا الجزء التاني من الجنينة. بصوا المساحة كبيرة جدا. دي حاجة كده زي الشواية، تمام. ودي ليها حوض، يعني دي قاعدة لوحدها وحوض وشواية وكده للي حابب يعمل هنا قاعدة واكل وشوي وكده. بصوا زي ما وريتكم الجنينة كبيرة جدا، وزي ما انتم شايفين التوضيب بتاعها. احنا كل ده في الجنينة بتاعت الفيلا. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان هي ليها مدخل خاص. ده البيت بتاعها. المدخل ده بتدخله بس لفيلتك بتاعتك، مدخلك انت ملوش علاقة بالعمارة. العمارة فوقينا اهي، مدخل بتاعها جانبي. احنا كده شفنا الجنينة، شفنا الجنينة كبيرة ازاي. كده دي بداية اهي باب الفيلا. بصوا ما شاء الله. اول حاجة لما ندخل من الفيلا ده دي الصالة. الصالة يعتبر مكونة من 3 قطع. اول قطعة هي معانا الريسبشن، في الانتريه. طبعا انتوا شايفين التوضيب. توضيب سوبر لوكس، توضيب عالي جدا. الفيلا كلها مكيفة. ده تكييف الصالة اهو. ودي القطعة التانية، ده ديكورات ومدخنة. اللي هياخد الفيلا مش هيعمل فيها اي حاجة، هي بس لو عايزين زي ما قلت لكم تعملوا اي اضافات في الجنينة، اي تعديل. لكن الفيلا من جوه مفيش اي تعديلات، ديكوراتها كلها معمولة. العفش سوبر لوكس، العفش جديد كله، تكييفات جديدة، كل حاجة جديدة فيها. يبقى احنا كده هوريكم الصالة على بعضها، هوريكم الريسبشن على بعضه. بس نيجي بقى ندخل على اول اوضه. دي الطرقه اهي. بص انا بوريكم كل التفاصيل بتاعه التوضيب. دي اول اوضه. الاوضه طبعا كبيره، الاوضه كبيره ما شاء الله. تكييف اهو. الاوضه دي فيها بلكونه بتطلع على الجنينه، بلكونه كبيره. بلكونه مساحتها كبيره جدا، بتطلع برضو على الجنينه بتاعت الفيلا الخاصه. اهو المدخل هناك اهو. المنظر بجد تحفه، والفيلا توضيبها جميل جدا.
ويعني اسره كبيره تقعد فيها. وده الحمام، يعني الاوضه دي فيها حمام وفيها بلكونه بتطلع على جنينه الفيلا. كل اوضه فيها حمام، وفي حمام خارجي، حمام الضيوف. دي الطرقه دي بتطلع على الثلاث اوض، وبتطلع على المطبخ والحمام اللي هو بتاع الضيوف. دي الاوضه التانية، الاوضه كبيره زي ما انتم شايفين، اوضه كبيره جدا. تكييف. كده دي تاني اوضه. نخش على تالت اوضه. دي تالت اوضه معانا، ده الحمام التالت. يبقى دي تالت اوضه معانا. كده ده المطبخ. المطبخ الألموتين ده جديد، الأجهزة دي جديدة. المطبخ مساحته كويسة. وده حمام الضيوف، ده الحمام الرابع. يبقى احنا كده عندنا 3 غرف فيهم 3 حمامات، وده الحمام الرابع. كده احنا اتفرجنا على ال3 اوض، 3 حمامات وحمام الضيوف والمطبخ. عندنا ده الريسبشن، في باب هنا اهو بيطلع على المطبخ مباشرة اهو. كده انا دخلت المطبخ من حتة مختصرة يعني. بس وده كان فيديو النهاردة. الفيلا بتاعتنا مكونة من 3 اوض، 4 حمامات، مطبخ كبير، ريسبشن كبير، جنينة كبيرة جدا 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 تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه. الجنينة خاصة بيك، مدخلك خاص، حاجة كده ما شاء الله. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، يا رب الفيلا اللي معانا النهارده تنال اعجابكم. لو في اي استفسارات عن السعر، عن المساحه، عن اي تفاصيل خاصه باي حاجه، تقدروا تتواصلوا بالرقم اللي هكتبه لكم في التعليقات. باي باي.